مسجد قباء أول مسجد بني في الإسلام، بناه الرسول صلى الله عليه وسلم في طريق هجرته من مكة إلى المدينة. الأجر ديال هذا المسجد سبحان الله، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه، مسجد قباء صلى فيه صلاة كان له أجرا كأجر عمره. سبحان الله سبحان الله. الحشود الغفيرة، اندونيسيين، ماليزيين، أفغان، إلى حسب الزمن، اندونيسيين، ماليزيين، إلى حسب، أوزباكيين، أفغان، كلشي مع الجنسيات. هذا هو مسجد قباء. هذا 40 ريال، هذا 35، هذا 35، هذا تمر العجوة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هذا تمر الجنة. كيلو يا أخوة، كيلو من العجوة، كيلو 35 العجوة اليوم بمرق الدم. أهلا وسهلا. هذا هو جبل أحد، المعركة الشهيرة، معركة أحد، هو الجبل الذي استشهد فيه حمزة بن عبد المطلب. هذه الساحة هنا، هذه الساحة اللي واقفين هنا كانت معركة أحد. وهذا الجبل هذا صغير هو جبل الرماة. هنا كانوا ديك 50 صحابي الرسول وصاهم باش يحميوا ظهر المسلمين، ولكن للأسف نزلوا فوقعت الهزيمة. استشهد هنا 70 صحابي. هذه الساحة كانت المعركة. هنا الطعام مجانا، كيعطيو الطعام مجانا، كنستغدوا في سبيل الله. كاين هذه الساحة كانت معركة أحد. الله وجبل من الجنة. الله اللهم يا رب لا تحرمنا من الجنة، وغادي تشوفوها إن شاء الله في الجنة. تم وقعت غزوة أحد بالمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، تهزموا المسلمين ومات العم ديالو حمزة، وتم مات 70 صحابي، وعلى رأسهم سيدنا حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. وجبل أحد صعد على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهز الجبل وقال: اثبت أحد فإنما عليك صديق وشهيدان. بشر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر وعثمان الشهادة، ماتوا مطعونين في الصلاة. زائد الجبل فيه 7 ديال كيلومتر الطول و3 بالعرض، وتم وقعت الهزيمة للمسلمين بالمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقعت يعني 70 صحابي اللي ما تم. زائد الآية اللي نزلت بالقرآن الشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. لأن الشهداء أحد في الجنة سياحين في الجنة،
ومن كيبغيو يرجعوا للمقر ديالهم، المقر ديالهم هو العرش ديال الله سبحانه وتعالى. كيتعلقوا في العرش والله سبحانه وتعالى كيسألهم كيقول لهم هل رضيتم؟ هما سياحين في الجنة، والله سبحانه وتعالى كيسألهم كيقول لهم هل رضيتم؟ هما يعني الجواب قالوا له خصنا نرجعوا الى الدنيا لنقتل في سبيل الله مرات عديده. عاد يعني ما بقاوش كيسالوا الله سبحانه وتعالى. نزلت ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. القصه المعركه هو النبي صلى الله عليه وسلم 50 صحابي قال لهم خصكم توقفوا على هذا الجبل، وعندهم ذكرى يعني الرماة بالمخالفه ديالهم. قال لهم الا شفتونا انهزمنا ما تهودوش، والا شفتونا انتصرنا ما تهودوش، ولكن هما ملي انتصروا المسلمين هودوا كيجمعوا الغنائم، الصحابه هودوا خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقعت الهزيمه. خالد بن الوليد كان مورا الظهر ديالهم، هو اللي كان يعني خطير في الحرب، هو اللي جالهم الظهر ديالهم، ووقعت الهزيمه ومات 70 صحابي وعلى راسهم سيدنا حمزه. هذه تشوفوا هذا المكان الود يعني من اتجاه المدينه المنوره، كاين هذيك الطريق اللي كاينه، كاين ود، كاين جبل احد، وكاين جبل الرماة. جبل الرماة جا في الوسط. النبي صلى الله عليه وسلم اللي صفف ذيك 50 صحابي، ما هنا الجبل، ما هنا الجبل صغير، ما هنا الطريق، يعني شد المدينه المنوره ولا يدخل شي واحد. ولكن بالمخالفه النبي صلى الله عليه وسلم وقعت الهزيمه وتهزموا المسلمين. ديك الوقت اللي تما انتم تشوفوه راه دازت واحد 100 سنه وجا السيل على الشتا بزاف وهبط ديك المقبره. شي راعي كاين كيرعى تماك وكيجبر ديك الجثث مسيبه على اليمين وعلى اليسار الود، ومشى عند الامير في ديك الوقت وقال له راه الجثث مسيبه هنا. ملي مشاو كيجمعوا الجثث كيجبروا سيدنا حمزه باقي بالدم ديالو، اصدق الامير في ذاك الوقت يعني عمل فتوى سيدنا حمزه يتدفن في البقيع. شدوا سيدنا حمزه كفنوه المره الثانيه باقي بالدم ديالو، يعني تقريبا 100 سنه اللي زازت على الواقعه.